عايزين بقى تعملوا طبق بتنجان باحلى طريقه وباسهل طريقه في 5 دقايق بس واقل كمان. تعالوا اقول لكم هنعمله ازاي. اول حاجه نمسك البتنجانيه كده، نشيل القعم بتاعها الاخضر ده ببساطه شديده كده، زي كده بالظبط، ونفتح فتحه صغيره كده كده تمام. والبتنجانيه التانيه نفس الحكايه كده، بشيل القمع الصغير ده وافتح البتنجانيه فتحه صغيره في النص عشان دي اللي هنحشي منها. ونبتدي نتوكل على الله كده. الزيت بتاعنا سخن اهوت، طبعا البتنجان مغسول ومتنضف 10/10 تمام، والزيت بتاعنا قادح وزي الفل. نقلب كده 3-4 تقليبات لغايه ما يحمر من الجوانب بتاعته كلها، احمرار خفيف كده، مش لازم يعني نحمره يبقى الاحمرار بتاعه جامد، لا احمرار خفيف عشان الجلده ما تبقاش تخينه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله سبحانه وتعالى، حاجه زي الفل كده. وزي ما اتفقنا التحميره تبقى خفيفه كده ومن كل الجوانب كده، حلوه قوي التحميره دي. نقدر نشيل دلوقتي زي الفل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، كده التحميره بتاعتنا زي الفل. وعلى فكره البتنجان الابيض كمان ينفع قوي ويبقى احسن كمان من البتنجان الاسود في الطريقه دي. هنسيبه بس يبرد كده 10 دقايق ولا حاجه ونحشي على طول. من اهم الحاجات اللي في الدنيا بقى انك انت اول ما نطلعه من النار كده، عصره ليمونه كده عليه كده، تخليه من جوه احمر وزي الفل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الله، زي الفل كده. نيجي بقى على الدقه بتاعتنا المخصوص دي والمظبوطه قوي. الدقه دي عباره عن نص قرن فلفل احمر الوان، وقرن فلفل اخضر وكوبي، وقرنين 3 او قرنين بس كفايه. طبعا الحراق ده حسب المزاج، قرنين حراقين 3 اللي يحب يزود مفيش مشاكل. وبيتضربوا كلهم مع بعض مع عرقين 3 كزبره، ولو في كمان عرق شبت يبقى كويس قوي، ومع شويه التوم وعصره ليمونتين. دي كده الدقه بتاعتنا المخصوص اللي هنعمل بيها البتنجان دلوقتي. نمسك البتنجان، طبعا ما ننساش نحط الملح، احنا حطينا ملح بالفعل، وهنزود شويه كمان دلوقتي اهوت. بس كفايه كده كده زي الفل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. نمسك البتنجانيه طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده قدامكم اهيت، لسه كمان حمراء وزي الفل ولونها ابيض ومستويه وزي 10/10. ندخل كده تمام، ونحط هنا في جنب. نفرش الطبق بتاعنا كده بعرقين كزبره كده، بتخلي الريحه بتاعت البتنجان حلوه قوي. ممكن قوي كمان عرق كزبره صغير نحطه على الدقه اللي احنا هنحشي بيها، مفيش اي مشكله. كل الدقه منكهات جميله جدا، وتعلي معانا التيست. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ريحتها مش ممكن يعني زي الفل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وادي البتنجانية بتاعتنا، نفتح ونحط الحشوة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. نرص على طول في الطبق بتاعنا، ولا نسلق بقى ولا نعمل حاجة، ويتاكل في نفس الوقت اللي احنا هنشتغل فيه في الوجبة بتاعتنا. ايه الحلاوة دي والجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. 10/10 بطريقة بسيطة جدا وفي ثواني معدودة، ما فيش 3-4 دقايق كنا مخلصين كل الموضوع يعني. وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. ومع الشيف احمد الصعيدي بألف هنا، وادعيلي.